طلب ابن من أمه 200 دينار، وسلمها ورقة مكتوب فيها: سعر تنظيفي لغرفتي لهذا الأسبوع 70 دينارا، وسعر ذهابي إلى السوق 20 دينارا، وسعر اللعب مع أخي الصغير 20 دينارا، وسعر مساعدتي لك في البيت 20 دينارا، وسعر الحصول على علامات مميزة 70 دينارا، إذن المجموع 200 دينار. نظرت الأم إلى ابنها الذي كان واقفا بجانبها، وابتسمت ابتسامة حنان، والتقطت قلما وقلبت الورقة وكتبت: سعر 9 أشهر حملتك بها في أحشائي بلا مقابل، سعر الحليب الذي أرضعتك إياه 20 شهرا بلا مقابل، وسعر ملابسك وتنظيفك 6 سنوات بلا مقابل، وسعر كل ليلة سهرت بها إلى جانبك في مرضك ومن أجل تطيبك بلا مقابل، سعر كل التعب والدموع التي سببتها لي طول السنين بلا مقابل، سعر كل ليلة شعرت بها بالفزع من أجلك والقلق الذي انتابني عليك بلا مقابل، سعر كل اللعب والطعام والملابس إلى اليوم بلا مقابل. يا بني، حين تجمع كل هذا فإن سعر حبي لك بلا مقابل. حينها أغرقت عيناه بالدموع، ونظر إلى أمه وقال: أمي سامحيني، أحبك كثيرا. ثم أخذ القلم وكتب بخط كبير: دين لا يمكنني سده، فكن معطاء ولا تكن مطالبا، خصوصا مع أبويك، فهناك الكثير لتعطيه لهما. إذا كانت أمك على قيد الحياة وقريبة منك فقبل رأسها، وإذا كانت بعيدة عنك فاتصل بها، وإذا كانت متوفية فادع لها بالرحمة والمغفرة. فالأم حين يتوفاها الله وتصعد روحها إلى السماء تنادي الملائكة: يا ابن آدم، ماتت التي كنا نكرمك من أجلها، فاعمل عملا صالحا نكرمك من أجله.